الكحكة دي شكلها بشع، شعري من هنا عامل كده ومن هنا طالع عادي. عمره ما الناحية اليمين بتبقى شبه الناحية الشمال عامة، ودي حاجة بتؤرقني. عايزة اظبط شعري. هل كان الموضوع بقى افضل؟ اشك، حاسه انه تقريبا نفس الشكل. انا قاعده في طرقه بيتنا دلوقتي بصور الفيديو ده عشان بقى كتير قوي بحاول اصوره وبفشل، عشان دايما بحاول افكر كتير في افضل زاويه اصور منها واحسن مكان واحسن وقت في اليوم، وامتى هيجيلي وقت فاضي من غير ما حد اسمها ايه يقاطعني، امتى هيكون اكتر وقت فيه هدوء والبيت مفهوش دوشه، فين المكان المناسب عشان احسن اضاءه، هلبس ايه علشان يكون شكلي حلو مع الكاميرا، على الكاميرا مش مع الكاميرا. كل ما افكر في الحاجات دي في الاخر ما بصورش اي حاجه، او بيحصل زي امبارح كده اللي هو حاولت اصور وبعد كده ما عرفتش اقول اي حاجه قدام الكاميرا، قعدت نص ساعه مثلا ولا 40 دقيقه وما عرفتش اقول ولا كلمه، او قعدت اقول كلام كده بس كان غريب قوي وما كانش منطقي، وبعدين حسيت انه من ساعه ما ابتديت الفيديو لحد اخر الفيديو صوتي قاعد يعمل واكشر اكتر واكتر واكتر، مع ان انا كنت باديه الفيديو وانا متحمسه جدا. بس ممكن دلوقتي مزاجي احلى. ابني جه يخبط على الباب. ايه نسومي؟ خلاص كده وقت التصوير is over. عايز تقعد معايا؟ تست 1 2 3. عدى وقت طويل قوي. من ساعة ما حاولت اصور. عدى قد ايه مثلا؟ عدى 3 ساعات ممكن او اكتر من 3 ساعات. انا حابة اول حاجة اتكلم فيها هو ليه انا بقالي شوية مش بعمل فيديوهات، واول سبب واكتر سبب بديهي هو انه انا حرفيا مش عارفة اتلم على نفسي. ده اول سبب. الامومة حاجة محتاجة وقت كتير قوي وطاقة عاطفية كتير قوي. طيب خليني ابدأ من الاول، انه انا بصراحة خدت البريك دي من اليوتيوب عشان اول حاجة عشان صحتي النفسية. عشان صحتي النفسية بقى ايه اللي كان بيحصل في صحتي النفسية؟ كان بيحصل حاجات كتير. اولا انا شخص الحمد لله رب العالمين، هي بصراحة حاجة حلوة حاجة وحشة في نفس الوقت، دايما ببقى عايزة اطور من نفسي او احل المشاكل. يعني عندي مخي بيبقى اللي هو فين الارياز او المناطق في الحياة اللي ممكن نحسن منها، او ازاي ممكن نحسن من نفسنا، او ازاي ممكن نبقى اشخاص احسن. بص شعريتي. فدايما بلاقي حاجات ودايما ببقى عايزة اشتغل على الحاجات دي. وطبعا الحاجات دي كترت او بقت واضحة اكتر لما بقيت ام، او بقى في احساس بانه انا لازم اغير الحاجات دي اكتر بعد ما بقيت ام. وكمان صراحة الامومة اكتر حاجة بتختبر صحتي العقلية، اتساقي مع نفسي، وقد ايه انا عندي توازن في الحياة. بتختبر كل حاجة، بتختبر كل نواحي كل نواحي شخصيتي، يعني بتختبر كل حاجة فيا بصراحة. وكمان بتختبر الليميت بتاعتي كلها، اللي هو دايما الامومة بالنسبة لي بتحاول تبعد حدودي، بتعلي السقف كده بتاع انا ممكن اعمل ايه طول الوقت. ساعات بيبقى الموضوع بطريقة ايجابية، او هو طبعا دايما بطريقة ايجابية ان انا دايما بتعلم ودايما الحمد لله رب العالمين ببقى شخص احسن، واهم حاجة انا ببقى ام احسن. بس لشخص زيي اللي هو عدى بتروما كتير قوي في حياته، الزق الدائم ده ساعات بيبقى كتير قوي بزيادة، ومش بعرف دايما ان انا اتعامل معاه لان بحتاج راحة. مش بس انا عندي تروما، انا عندي اجهاد مزمن، وانا برضو بحاول ادور على اسباب لده كمان في نفس الوقت. انا حاسة ان العدسة الكاميرا مايلة. ثانية واحدة، ايه ده كده مايلت قوي. جيت اكحلها عملتها خالص. هي ليه مايلة كده؟ جايز مش عارفه اعدل البتاع، مش عارفه اعدل الترايبود بجد. بسم الله، في ايه؟ ابوس ايديكي اظبطي. لا مش قادره بجد، هي بجد مش مظبوطه خالص، الكاميرا مش مظبوطه خالص. بسم الله استغفر الله. المهم حتى لو الكاميرا مش مظبوطه 100% عادي مش مشكله. هكمل الفيديو عادي. هاخد شفطة قهوه من اللي هتخليني عندي هبوط كمان شويه. انا اتعلمت انه صحتي النفسيه كأم هي اهم حاجه، لانه لا معلش انا حاسه ان حته من دماغي مقصوصه. ثانيه واحده. alright كده احسن شويتين. انا اتعلمت انه صحتي النفسيه كأم هي اهم حاجه انا المفروض اخد بالي منها، عشان لما صحتي النفسيه بتكون كويسه باكل كويس، لما صحتي النفسيه بتكون كويسه بشرب كويس، بنام كويس، بتعامل كويس، بعرف امتى يعني بعرف اظبط نفسي واظبط يومي وابقى شخص بيفانكشن بطريقه كويسه في اليوم وفي الحياه، فكل حاجه بتظبط. يعني انا حاسه ان الصحه النفسيه هي المفتاح اللي من خلاله كل حاجه تانية بتظبط. دي كانت حاجه انا مركزه فيها جدا، وانا دايما بركز فيها بصراحه حتى من قبل ما اخلف. بس بصراحه برضو هو ده كله توقيت من عند ربنا الحمد لله. ما لحقتش اعمل الشغل اللي انا كان نفسي اعمله كله قبل ما اخلف، فبعد ما بقى عندي طفل حسيت انه يا تحت السواهي دواهي زي ما بيقولوا، ده طلع فيه حاجات محتاجه اشتغل عليها كتير قوي قوي قوي. تاني حاجه هو انه الامومه الفتره اللي فاتت انا كنت بحاول اعمل حاجه كبيره قوي مع ابني، وهي لو في امهات بتتفرج عليها هتفهم انا قصدي ايه، بس هي ان انا افطمه بالليل، او انه ابني ما يبقاش بيصحى كل ساعه او كل ساعتين يرضع
يرضع طول الليل ويعرف ينام نوم متواصل بالليل من غير ما دايما يبقى محتاج يصحى ان هو يرضع. ودي حاجه كبيره قوي بتحصل في حياته وفي حياتي وفي حياتنا كلنا، لان هي زي ما بيقولوا كده مرحله انتقاليه كبيره قوي. انا بصراحه اخرتها على قد ما اقدر، يعني كان في اطفال اللي هو الامهات بتعمل معاها كده من بدري، بس انا استنيت لما ابني كان عنده سنه و4 شهور مثلا، وبرده ده ما كانش بايدي، ده عشان انا حسيت ان انا فعلا بنهار من كتر ما انا بصحى بالليل ومش عارفه انام. فحسيت ان هو انا لازم اعمل كده دلوقتي والا خلاص يعني بجد هيجيلي انهيار. فده الانفصال من يعني ما بينه وما بين الرضاعه ده حاجه كبيره قوي كمان بالنسبه له نفسيا، لانه الرضاعه دي يا جماعه بجد سحر، يعني سحر في انها حاجه مهمه جدا 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 للاولاد، من ناحيه ان هي بتساعدهم اولا ان هم يبقوا حاسين بالامان متواصلين مع مامتهم، وكمان بتساعدهم ان هم ينظموا جهازهم العصبي. بجد الرضاعه دي حاجه يعني الناس ما بتتكلمش عن قد ايه هي مهمه وقد ايه هي محوريه وقد ايه هي، غير ان هي طبعا بتنظم جهازه الهضمي وجهازه العصبي وايه كمان كنت عايزه اقول جهاز حاجه تانية I'm forgetting، نسيت كنت عايزه اقول ايه. فالانفصال اللي كان ما بينه وبين الرضاعه ده كان طبعا معلش هحرك الكاميرا تاني. عارفين لما بقعد اتفرج على الفيديوهات بعد ما بعملها وبشوف قد ايه انا احتاجت احرك الكاميرا وقد ايه انا كنت حاسه انه شكل الكاميرا وحش، بعد ما اتفرج على الفيديو بقول هو ما شكل الكاميرا كان تمام يعني اهدي، بقول لنفسي دلوقتي كده اهدي من فضلك شويه بس عشان ايه. المهم نرجع تاني، كنا بنقول ايه؟ الرضاعة وانفصاله عن الرضاعة ده كأن مثلا ايه، كأن هو كان عنده صديق قريب منه قوي واكتر من كده، مش عارفة بجد اقارن الموضوع ايه، بس مثلا حد مثلا في البيت اللي هو اتربى فيه وكبر فيه وبيحبه قوي مليان ذكريات والعيلة كلها يعني كانت بتتجمع فيه وهكذا، فجأة بنشيله من بيته ده نوديه مكان تاني مختلف مجهول. فالنقلة من هنا لهنا بتبقى كبيرة قوي وبتبقى صعبة قوي عاطفيا على الطفل، وبيبقى محتاج دعم عاطفي كبير جدا 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 جدا، اللي هو بيبقى محتاج ان هو يعيط وانا اقول له معلش ويدبدب ويصرخ وكده وانا اقول له حبيبي ما تقلقش كل حاجة هتبقى تمام، ماما لسه موجودة، بابا لسه موجود، احنا بنحبك، احنا بنعمل كده بس عشان مصلحتك، علشان نبقى بناكل اكتر، عشان يبقى عندنا طاقة اكتر، عشان ننمو اكتر ونبقى احسن. فتخيلوا بعمل ده كام مرة في اليوم وكام مرة في الليل، الموضوع بيبقى يعني بجد مضني شغل كتير قوي 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 قوي. الحمد لله رب العالمين في الاول وفي الاخر انا مش بشتكي خالص، انا بس بشرح الموضوع اللي حصل. فدي حاجة كانت واخدة مساحة او محتاجة كمان ساعة عاطفية كبيرة قوي ومساحة عاطفية كبيرة قوي في حياتي. كل مرة مثلا اللي هو بعد كل ليلة ببقى صاحية اللي هو مش عارفة اصلا انا مين، بجد كان في ايام بصحى اللي هو انا مش فاهمة انا مين، مش فاهمة انا بعمل ايه في حياتي، انا اصلا في العادي كده انا في العادي كده. فده زود الموضوع بطريقة انا بقيت مش عارفة اشتغل خالص، يعني المكنة بجد باظت. انا برضو نفسي اعمل فيديو مخصص قوي عن احتياج الاطفال العاطفي، وان دي بجد يا جماعة اهم حاجة في العالم، دي اهم حاجة في العالم، هي دي اللي بتفرق هل الشخص ده هيطلع سوي ولا لا، هل ابني ده بعد كده هيبقى في امان في الحياة ولا لا، هل ابني هيعرف يتعامل في الحياة ولا لا، هل هيعرف لو حصل موقف خطر يتعامل فيه ولا، يعني ده بيحدد بجد مسار كل حاجة تقريبا في الحياة الكام سنة الاولانيين دي من حياة الطفل. ونفسي قوي ادخل اتكلم في الموضوع بعمق، بس هل هعمل كده في يوم من الايام مش عارفين بس فكان في الفاطمة بتاع ابني ده حاجة تانية. تالت حاجة بجد يا جماعة انا ما نزلتش اي فيديو من السفريات اللي انا سافرتها دول عشان كانوا استغفر الله العظيم ما اتبسطتش خالص بجد، ومش عايزة ليه ادخل يعني في الاسباب ان انا ما اتبسطتش، بس اكبر سبب هو ان انا عملت غلطة غبية جدا. وفي ست جميلة قوي كتبت كومنت وقالت عشان انا حطيت بودكاست واحدة بس من السفر اسمها انا شخص سيء، لو عايزين تروحوا تشوفوها، هو الفيديو اللي قبل ده، ما بعرفش ازاي احط لينك على الشاشة والكلام ده. في ام جميلة قالت لي حبيبتي انتي ابنك لسه صغير وانتي بتسافري بيه دلوقتي، الموضوع هيبقى متعب قوي، استني شوية، يعني قصدها اللي هو السفر فترة طويلة ده هيبقى متعب قوي، فاستنى شوية اما ابني يكبر شوية وبعد كده نبقى نعمل هذه الانواع من المغامرات. وانا اتفق معاكي وشكرا بجد انتي قلتي لي كده، عشان كنت عمالة الف وادور حوالين نفسي اللي هو انا ليه مش مبسوطة، مش عارفة اتبسط خالص بجد، الموضوع صعب، بصحى كل يوم حاسة ان انا يعني ورايا شغل من 9 ل5 مش فاهمة في ايه، او اكشلي الشغل كان بجد 12 ساعة في اليوم من 9 ل9، فالموضوع كان صعب قوي، انا ما انبسطتش. غير انه بصراحة انا برضو يعني بس هتاتش على الموضوع كسريع، غير ان انا عندي خيبة امل رهيبة علشان كنت فاكرة بقى ان انا هسافر بره مصر الاقي الدنيا بقى ايه يا جماعه التطور ده، ايه الاكل الحلو ده، ايه الناس الشيك دي، ايه الصياعه والجمدان ده. كنت متوقعه كده ان انا ابقى متفاجئه قوي بما هو خارج مصر، بس انا حصل لي العكس، انا حصل لي خيبه امل رهيبه من كل حاجه
موجودة بشكل عام من جودة الحياة عامة، والناس عايشة ازاي، وهل الناس مبسوطة ولا لأ، وهل الناس لطيفة مع بعض ولا لأ، وهل بياكلوا أكل كويس ولا لأ، والنظافة مثلا. كان يعني كل حاجة بالنسبة لي بصراحة كان فيها كارثة. بس أنا مش قادرة أقعد أشتكي دلوقتي حالا، عشان حاولت أعمل كده وأنا بحاول أصور البودكاست دي امبارح، وبعد كده فجأة لقيت نفسي اكتئبت تاني وبقيت في مود وحش تاني. بس فالسفر برضو حاجة كمان، في حاجات طبعا عائلية بتحصل في الخلفية، هي مش حاجات وحشة بس ممكن اتكلم عليها بعدين برضه، عشان مش حاسة انا جاهزة دلوقتي ان انا اقول ايه اللي كان بيحصل او تغيرات بتحصل في حياتنا كتير، بس ممكن اتكلم فيها قدام شوية ان شاء الله. بس في حاجة كمان، دي كانت اكبر حاجة، ده كان اكبر حاجة كانت واقفة في طريقي. انا حطيت نفسي على يوتيوب، حطيت نفسي في مكان علني بشكل ما. الواحد بيتعرض لكل حاجة على الانترنت، بيتعرض لحاجات كويسة قوي والمساوئ رهيبة. والمساوئ دي كانت بتفكرني بحاجة معينة، انه انا الحمد لله حاولت جاهدة ان انا اسيب الحياة في القاهرة واسيب مجتمعات سامة انا كنت في وسطها، واسيب مجتمعات سامة انا كنت بتعرض لها كل يوم وبتعامل معاها كل يوم، وان انا اجي هنا اعيش في بيئة انقى، الطف، اهدى، ابسط، وهكذا. فلما بدأت احط محتوى على الانترنت بدأت أصطدم بالواقع القبيح تاني اللي أنا كنت بحاول أهرب منه. فبطريقة ما حسيت اللي هو يا لهوي، ده أنا ما هربتش خالص، هو ورايا بيجري ورايا. وكان في إحساس كده بأنه أنا مش عارفة أهرب لأي حتة، أو مفيش مأوى، أو مفيش مساحة أمنة anymore، عشان أنا بحط نفسي على الإنترنت وبتعرض بجد الكومنتات سيئة قوي 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 قوي. بس طبعا عارفه الناس هترد تقولي دي مش كل الكومنتات، كل الكومنتات حلوه، بس في حاجات سيئه بس قليله قوي واحنا ما بنشوفهاش وكده. اولا ممكن انتوا ما بتشوفوهاش، انا بخبي الكومنتات دي، انا مش بسيبها عشان مش ببقى عايزه اتفرج عليها طول الوقت، بسيب شويه منها بصراحه عشان برضو حابه انه الناس تشوف انه اولا انا مش هقبل اي تصرفات مش لطيفه من حد. بس برضو يا جماعه بصراحه عدم القبول او ان انا احاول ادافع عن نفسي ده برضو مجهود رهيب، وعايز ساعة نفسية برضو رهيبة، ودي حاجة متعبة قوي وبتستنزف طاقة الواحد جدا في آخر اليوم. وان انا اتجاهلها برضو دي حاجة مزعجة قوي. مش عارفة، انا مش الشخص اللي بيعرف يتجاهل المساوئ. لو عندي حاجة اقولها للشخص اللي قدامي هقولها، لو عندي حاجة ان انا اصلح مفهوم خاطئ هصلحه. دي حاجة كانت احساس قوي قوي في القاهرة. بحس اللي هو انا دايما بشوف حاجات غريبة قوي في اليوم، حاجات كارثية وحاجات سيئة. I'm recording. عادي. You guys want me to stop the video or you can just do your thing? No, it's on the counter here. بس الحاجة يعني لما اصطدمت بالتصرفات، كنت اقول لما بكون في القاهرة لما بشوف تصرفات كارثية قدامي في الشارع، وناس تعمل حاجات صعبة قوي في الشارع، او مثلا بشوف خناقة في الشارع، انا مش شخص اللي حتى لو انا ماليش علاقة بالخناقة دي هبقى عايزة اتدخل واساعد واحاول احل الموضوع. تمام؟ هل دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ معرفش، محدش عارف. يعني when you run يعني it's not gonna come out in the video مثلا. لا مش هcut it out, I was talking يعمل حاجة. فلما بشوف ناس بتتكلم بطريقة كارثية قوي كده وبتقول حاجات كارثية، بحس انه عشان بحس بصراحة مسؤولية تجاه الجميع. مش عارفة ليه، محدش يسألني ليه. لا بس دي حاجة طبيعية بصراحة، انا عارفة ليه. بس دايما بحس انه اكيد يعني لو الشخص ده داخل مثلا وانا المحتوى بتاعي معرفش، يعني مش اصلا مش عارفة ليه يعني ازاي الشخص بيلاقي حاجة يقعد ينتقدها. بحس اللي هو لو انا المحتوى بتاعي والناس بتقول فيه كده، امال لو في بنات تانية بقى بيعملوا فيهم ايه؟ هقول بنات، لان انا بجد يا جماعه برضو بشوف الكومنتات اللي عند الرجاله على الانترنت، مفيش حد بيقول لهم حاجه وحشه، مفيش حد بيقول لهم اتحجبوا، مفيش حد بيقول لهم بنطلونك قصير، بنطلونك ضيق، تيشرتك قصير، ربنا يهديكي، ربنا مش عارفه ايه، ازاي الستات بقت بتعمل كده، استغفر الله العظيم، هي ليه البنات بقت. مفيش عندهم كومنتات من هذا الشكل. بنحبك قوي، لذيذ قوي، حلو قوي، الفيديو جميل، فيديو اكتر من رائع، ما شاء الله، عمري ما شفت المكان ده قبل كده، الاكل جوعنا قوي، كلام كده يعني اللي هو. بس بحس انه الستات التانية اونلاين حتى لو بيعملوا اللي هو محتوى طبخ مثلا، حاسه ان على طول في دراما، على طول في حوارات، على طول في هجوم، على طول في مش عارفه ايه. وبرده ان الواحد يقعد يحس بده كل شويه. زي ما انا شفت بجد واحد بفتح التليفون بتاعي عشان اشحن تليفوني على الابلكيشن بتاع فودافون، واشوف صوره واحد متحرش محطوط على الاعلان قد كده. حاجه برده صعبه قوي، ما علينا يعني. بس كنت اقول ايه، فالاصطدام بالجزء ده من المجتمع اللي انا كنت مش بحاول اهرب منه، بس بحاول اتجنبه لصحتي النفسيه، علشان انا مش عارفه اقول الموضوع ده ازاي، يعني مش عارفه اغير الموضوع، مش عارفه اصلح هذه المشاكل، وفي نفس الوقت مش عارفه ابقى اللي هو ايه ده انا مش شايفه المشكله هاو كده. ما بعرفش ابقى كده، ما بعرفش مثلا حد يكتب حاجه اونلاين، مش عايزه اشير الكومنتات السيئه عشان ما اديهمش باور او ما احسسهمش ان هم فرقوا قوي، بس هو الموضوع بيفرق، انا مش هكدب، الموضوع بيفرق. حتى لو كومنت واحد وحش جه في وسط مثلا 300، برضو الموضوع بيبقى صعب
قوي يا جماعه، مش عارفه بالذات لو انا شخص حساس، عشان انا شخص حساس برضو، ممكن مش كل الناس بيفرق معاها، بس انا شخص بيفرق معايا قوي. وبحس انه عارفين ايه الفكره اللي بجد بتضايقني، بحس انه ليه بجد ليه ليه ممكن ادخل اذي شخص بيحاول يبقى كويس، حتى لو انا مش شايفه ان هو مش كويس، بس هو برضو شخص بيقول ان هو بيحاول يبقى كويس حتى هو لسه مش كويس حتى الان، بس ان هو بيحاول ده يا جماعه كفايه. برضو الاحساس بالظلم مش سهل بصراحه، يعني لما انا اكون بحاول احط كونتنت على الانترنت، وانا بعد ما انا اصلا بقاوم قوي عشان احط الحاجات دي، وبعد كده حد يكتب لي حاجه سيئه، الموضوع بيبقى واقعه صعب قوي. زي وانا مثلا حاربت قوي عشان اخرج من بيتي النهارده الصبح عشان البس كويس مش عارفه ايه، وبعد كده حد في الشارع يقول لي ها بص على القرده اللي ماشيه دي، ببقى اللي هو لا اله الا الله بجد. يعني تعليق زي ده ممكن يخلي الواحد، يعني بالنسبه للناس اللي مش حاسسه اللي هتقولي عامه عادي التعليقات مش بتفرق وكده، ربنا معاكم او برافو عليكم او مبروك، يعني حاجه من التلاته دول اوكي. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيتضايق وبيزعل طول الوقت، عايز اقول ايه وربنا كتير سبحانه وتعالى كان بيقول له لا تحزن، او بيحاول يواسيه. ايه كمان كان في نقطه الكومنتات، كومنتات سيئه وتأثيرها، دي كانت حاجة. الحاجة التانية هو ان انا حسيت ان انا بدأت قوي ارتبط هل انا بحط محتوى ولا لا، او بقى الموضوع جزء كبير قوي من validation. بالعربي يعني ايه؟ ممكن تجيبي مخدة اقعد عليها؟ ثانك يو. اعتقد كده افضل شويه، انا قاعده على الارض عامه عشان ما عندناش كراسي مريحه. كنت اقول ايه، بدات اربط صورتي قدام نفسي بالمحتوى بتاعي، بقيت اللي هو هل انا بحط محتوى وبشتغل وبلتزم بالوقت وكده ولا لا. لو مش بعمل كده بحس ان انا بعمل حاجه غلط قوي، او انه ازاي انا مقصره كده. فالموضوع بقى متعب برضو كده وغريب في الدماغ، ما بقاش مفهوم. اللي هو انا ببقى بعمل مثلا حاجات كتير قوي في حياتي وفي يومي، بس لو ما حطيتهاش على الانترنت ببقى اللي هو انا اصلا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش اي حاجه، انا ما انجزتش حاجه النهارده عشان ما صورتش فيديو. او لما ببقى اللي هو في ايام بتعدي كتير وانا مش عايزه اصور فيها، ببقى اللي هو اتاخرنا، الميعاد الفيديو ايه هصور له ايه، هعمل ايه، هل احط فيديو ازاي كده. بقى في انكزايتي معينه مرتبطه برضو بان انا احط كونتنت. وبس هي اكتر حاجه ان صورتي قدام نفسي بقت مرتبطه قوي بهل الناس في كمان حته بتاعت اللي هو هل الناس لسه بتحبني ولا لا، هل الناس مستفاده ولا لا، هل الناس تقول كلام ايجابي ولا لا. وده برضو بيتحكم في هل انا راضيه عن نفسي ولا لا. وانا ما كنتش حابه انه بقى في الوصل ما بين الحاجتين دول، عشان هم حاجتين مختلفتين تماما. فكنت محتاجه شغل من الشغل اللي انا عملته على صحتي النفسيه، ان انا محتاجه الاقي صورتي واعرف انا مين كويس بعيد عن راي الناس. دي حاجه مهمه قوي، وانا هفضل اشتغل عليها اعتقد لحد ما حياتي تخلص، علشان انا تربيتي وتعليمي وكل البرمجه اللي حصلت لي من وانا صغيره مرتبطه بصورتك هي قدام الناس، مش اللي ما بيحصلش من وراهم، اللي بيحصل قدامهم. هي دي اكتر حاجه مهمه، هي دي هتحكم في كل حاجه في حياتك. سمعتك كويسه هتلاقي شغلك كويس، سمعتك وحشه مش هتلاقي شغل، مش هتعرفي تتجوزي، مش هتعرفي تعملي، مش هتعرفي انا هيقولوا عليكي ايه، حياتك هتبوظ لو الناس قالت لك عليكي حاجه. فده لسه مترسخ قوي. والحاجه التانية مترسخه اللي هو لو انا مش بنجز حاجه، دي حاجه كمان ممكن نتكلم فيها، لانه انا سمعت شفت فيديو قصير لذيذ قوي بتاع شيخ انا بحب اتابعه اسمه نعمان علي خان. انا عامه بفضل للناس اللي بتقعد تنصحني بالشيوخ انا بفضل الشيوخ اللي بيتكلموا لغه تانية غير العربي، او بصراحه هو الشيخ ده اللي انا بفضله بصراحه عن بقيه الناس. يعني ما اعتقدش ان عندي شيخ غيره، بس هو شيخ واحد انا بحب اسمعه، علشان بيتكلم عن الدين ككل او كصوره كامله، مش بس الشريعه. عشان الناس هو برضو بيتكلم في قد ايه الناس مهووسه بالشريعه، ده حلال ده حرام نحلل ونحرم، ده الناس مهووسه بيه قوي وسايبه كل الاجزاء التانية اللي هي اصلا اهم الحاجات. بس فهو كان بيقول انه اكتر اشخاص بتتعب في الحياه اللي هو انا، هي الاشخاص اللي دايما بتقيس، يعني بتشوف لو هي بتعمل حاجة مفيدة ولا لا، او بتقيس قيمة نفسها، او بتشوف قيمة نفسها في الانجازات بس بتاعت حياتها. وهو قال انه الانجازات دي مش هي اكتر حاجة مهمة في الحياة، ولو احنا ركزنا على بس الانجاز النهائي او المخرج النهائي هنبقى دايما تعبانين وفي حالة شقاء. وقال ان احنا نركز اكتر على ان يكون عندنا هدف، مش ان احنا نعمل انجاز. عشان احنا يكون عندنا اهداف، هو ده المكسب الحقيقي. هو برضو قال حاجة بتخلي الناس تعيسة، هو ان احنا بندور على السعادة. ودي حاجة برضو اكتشفت انا بعملها في نفسي كتير قوي، بعملها قصدي مع نفسي كتير قوي. عايزة امدد ظهري عشان ظهري وجعني ثانية.
حد سامع ظهري هو بيطقطق. حاجه انا بعملها مع نفسي هي انا خدت بالي ان انا بدور على السعاده قوي في الحياه، مش بدور على الاستقرار مثلا او التوازن او الهدوء، لا انا بدور على السعاده. كنت بدور على السعاده بس دلوقتي عرفت، فشويه بشويه بغير. حاسه عايزه اقرب من الباب عشان النور يبقى اكتر على وشي. ثانيه واحده اغير مكاني تاني. ثانيه واحده. ايه جميله الاضاءه هنا والله. بس اخدت بالي ان انا بطارد انجازات وبطارد السعاده، وهم دول حاجات هتخليني دايما حاسه ان انا مش بعمل كفايه، او حاسه ان انا تعيسه، او مركزه على الحاجات الغلط في الحياه. فمش هيبقى عندي احساس بالرضا او الاكتفاء او الاستقرار. كمان اتحرك كتير قوي، مش عارفه الاقي حاجه، مش عارفه الاقي قاعده مريحه. ظهري وجعني. انا عامه محتاجه اجيب كراسي في البيت ده، محتاجه اجيب عفش. محتاجه افرش بيتي. ثانيه اتحرك عشان ابقى سوري جايز. لا احرك المخده اللي ورا دي كمان. بعد ما ادركت كام حاجه دول بدأت بقى اشتغل مع نفسي على اني اغير منظوري على ايه الحاجات اللي بتخلي اليوم ليه قيمة، ايه الحاجات اللي بتخلي افعالي ليها قيمة، ايه الحاجات اللي ممكن اقول لنفسي عليها في اخر اليوم برافو. لانه كمان الحاجة اللي انا مركزة عليها الرئيسية دلوقتي في حياتي هي ان انا ابقى زوجة كويسة واخت كويسة وابنة كويسة وام كويسة. دول مفيش انجازات اللي هو سريعة يومية لحظية كده، او لسه على الاقل مش في المرحلة دي. يعني ابني مش بيجي اخر يوم بقى اللي هو برافو يا ماما انت كنت النهاردة 10/10. او ممكن يكون مفيش اصلا حد هيجي يقول لي كده عامة. يعني دي مش حاجة بتحصل. لما يكون كمان الاهداف مش اهدافي في الحياة مش ملموسة، الانجاز بيبقى برضو صعب انه المسه او احس بيه او اقدره او اتمنه او اكسترا اكسترا عشان هو شيء مش ملموس. فانه برضو الواحد انا سايبه ميه بتغلي على النار. لا ما خلاص اطفي الميه، مش هعرف اقطع كلامي بعد 7 دقايق، لسه عندي كلام اقوله. مش عايزه تدخلي طيب اوضتك يا حاجه تديني سبيس شويه. معلش في حاجات بتحصل كتير في الخلفيه، عشان كده برضو مبقتش عارفه اصور فيديوهات قوي او بودكاست قوي بقى اللي هو في اختي وجوزي وابني والاكل اللي على النار والترتتو. فبقى صعب بالنسبه لي ان انا اقعد اركز على حاجه واحده. مش سهل، ومش سهل برضو ان انا اعرف اصور فيديو من غير ما يكون في حد في الخلفيه، عشان انا دلوقتي قاعده بصور حرفيا قدام باب المدخل بتاع البيت، والطرقه كلها ورايا اللي بتدخل على الاوض وعلى الحمام وعلى المطبخ وعلى كل حاجه. فالبيت يعني النور اللي فيه، مكان النور اللي فيه الوحيد بيعجز قوي. انا برضو محتاجه اعمل حاجات كتير قوي في بيتي ومش عارفه، عشان ما عنديش مساحه في مخي ان انا افكر ازاي انور بيتي. محتاجه اجيب عفش ايه في البيت، محتاجة بيتي يكون الوان ايه، ان انا اجيب اصلا حد يشتغل على البيت. انا كل شوية بقرب اكتر واكتر من الباب عشان الاضاءة كل شوية بتقل، عشان احنا قريب من وقت المغرب. في حاجة كمان بواجه صعوبة فيها لما بتكلم او لما بعمل بودكاست او عامة لما بتكلم في اي فيديوهات، هو انه الكلام عن الدين او الكلام عن الحاجات المثيرة للجدل. انا مش حاسة ان انا يعني بختار، طبعا مش بختار ان انا اتكلم عن حاجة مثيرة للجدل ابدا، وعمري ما بكون عايزة اثير جدل بقصد او اخلي الشخص يبقى اللي هو انا مصدوم وكده. دلوقتي عايزة احرك الكرسي اللي في الخلفية، هموت من نفسي، هموت. دلوقتي هتشوفوا الحيطة اللي عايزة تدهن. نرجع للموضوع. ركزي 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 ركزي. كتير في كلامي ببقى عايزة اتكلم على حاجات ليها علاقة بالدين، تمام؟ لسبب ما الناس لما حد بيتكلم عن الدين بتبقى هجومية بطريقة رهيبة وعنيفة بطريقة رهيبة، وفي نفس الوقت انا مش عايزة اواجه ده خالص، مش عايزة اتعرض لده، ومش بعرف امتص ده، ومش بعرف اتجاهل ده، وفي نفس الوقت مش عارفة ان انا اربط لساني واسكت وابطل اتكلم عن الدين. ان انا اقرب من ربنا دي حاجة كبيرة قوي في حياتي، هدف كبير قوي في حياتي، وحاجة شغلة مخي جدا عامة. فمش عارفة يبقى في حاجة شغلة مخي وكياني قوي بالدرجة دي وانا مش بتكلم عليها. انا مش شخص عامة بيعرف يخبي خالص. فالموضوع ده كمان صعب. يعني انا مثلا دلوقتي قلت انا مش بسمع للشيوخ بيتكلموا عربي، بصراحة كنت بسمع لشيخ اسمه عمر عبد الكافي بس. دي حاجة من الحاجات مثلا الناس هتبقى اللي هو ليه ده احنا عندنا شيوخ كتير قوي كويسين جدا، ببقى اللي هو تمام ماشي يا جماعة خلاص. يعني مش عارفة ليه الناس بيبقى عندها دايما
الرغبة اللي هي برضو انا عارفة الناس هتقول ايه بجد، هتقول حاجة مش عايزة افتح الموضوع ده تاني عشان برضو كان مثير قوي للجد. الناس هتقول اللي هو عشان الامر بالمعروف ده مش كده. انتوا فاهمين الموضوع غلط. انا مش بقول ان انا فاهماه صح، بس انا فاهماه صح، يعني انا فاهمه الموضوع ده صح. عمر الهجوم ما بتكون طريقة للنصيحة ولا للحب ولا لأي حاجة، عمرها أبدا أبدا أبدا، عشان ده ملوش أي علاقة بالنصيحة. هو الشخص مختار حاجة، هي الحاجة دي صح ليه، والحاجة انت بتعملها دي صح ليك، خلاص مش لازم تغير رأيه، مش لازم يبقى الصح بتاعك هو الصح بتاعه، مش لازم. الناس هتقولي لا بس في الدين كل الصح واحد. بجد بجد عشان كده في ست كانت حرفيا بتبيع جسدها شربت كلب مية دخلت الجنة، عشان كده الصح واحد. انتوا عارفين وانا في المدرسة محدش قال ان دي كانت ست بتبيع جسدها، او معرفش، ممكن اسمي الموضوع ايه بطريقة كريمة ليها. مش عارفة اقولها ايه، بتشتغل شغل غير ايه، مش عارفة اسميه ايه. هي كانت بتبيع جسدها مقابل فلوس، ده اللي هي كانت بتعمله. مش عارفة لو دي حاجة مهينة ولا لا، عشان برضو انا مش عايزة احكم على الناس دول، حتى الناس دول مش عايزة احكم عليهم، مش عايزة احكم على اي حد عامة، مش عايزة ابين اي حد بيعاني او بيذنب بطريقة وحشة، او مش عايزة ابين انه اي حد بيذنب ده اقول عليه لفظ مش لطيف او اجرح كرامته او اي حاجة من الحاجات دي. انا عايزة، يعني انا شايفة انه اكتر ناس بتذنب او بتعمل جرائم او بتعمل حاجات غلط او بتعمل اي حاجة غلط في حق نفسها قبل ما تكون في حق اي حد، الناس دي بتكون متألمة جدا ومحتاجة حب وتقبل اكتر من اي حد تاني. الناس هتقولي يعني الناس البنات اللي بتمشي على حر شعرها دي محتاجة حب. بالنسبة لي دول اكتر ناس ما تحبوش، دول اكتر ناس عانوا في حياتهم. بالنسبه لي حد هيقول لي ده في واحده مش عارفه كانت بنت ايه وكان معاها فلوس وطلعت تدور على حل شعرها، عشان عارفه برضه طريقه الكلام تبقى اللي هو انت ما تعرفش قصتها، محدش يعرف. انا عايزه اتعاطف زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كده كان مع كل الناس. زي ما ست راحت قالت له ان هي زنت ولا استغفري خلاص، يعني ما عاقبهاش. انا مش فاكره ايه القصه كلها، بس اعتقد ان هي قعدت تستغفر وعايزه تتوب وعايزه تتوب وعايزه تتوب، قال لها عايزه توبي خلاص، انت عايزه تتوبي فاعاقبك على ايه؟ كان حاجه شبه كده. وحاسه انه هو ده يا جماعه اللي احنا محتاجينه دلوقتي، مش الصوت التاني اللي بيجعر ده خالص، مش ده، مش الصوت اللي ماشي يزعق للناس في الشارع على كل حاجه حرام بيعملوها، برضو مش ده. مش هدخل في الديتيلز، بس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي ليها شروط كتير قوي لازم الشخص يوفيها قبل ما يعمل حاجة زي كده. بس في برضو ربنا سبحانه وتعالى، انا سمعت ده من دكتور علي نعمان علي خان، ان هو بيقول وتواصوا بالحق، ان احنا المفروض نوصي بعض على ما هو حق. بس لو الشخص بيقولك انا عارف ما هو حق، انت وصيتني عليه مليون مرة، شكرا انا سمعتها، يبقى وبعدين التوصية حاجة والنصيحة حاجة تانية. والتوصية مش لازم تكون مثلا بطريقة مباشرة، ممكن اوصي مثلا زوجي على حد من اصحابه اللي هو خلي بالك منه مثلا. اعتقد التوصية ليها معنى اعمق بكتير من النصح. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده ليه ظروف تانية وليه شروط كتيرة قوي يا جماعة، مش اي حد يعملها، مش اي حد خالص. وعايزه اقول للناس اللي دايما بتقول الكومنت ده، عشان الكومنت ده بيجيلي كتير، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا جماعه اهم شرط من شروط ان هو ما يكونش في العلن. يعني ما تجيش تكتب لي كومنت وتقولي ده امر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا مش في العلن، احنا مش اصدقاء، انت ما تقدرش تيجي تقولي ما بيني وما بين نفسك او ما بيني وما بينك على حاجه، ما تقدرش تعمل كده. فده من نوع الحاجات اللي ممكن تغيرها بقلبك، لان انت مش هتقدر تقولي، لان هو موضوع هيكون في العلن. وصدقوني لما بتقعدوا تقولوا الاشخاص بنطلونك قصير، لبسك مش عارفه ايه، البسي الحجاب احسن، انت اللي ناقصك 1 2 3 4، ده بيبقى فيه جرح رهيب للشخص اللي قدامك، بيجرح مشاعره قوي وبيحس ان هو بيتشهر بيه. دي مش حاجه لطيفه خالص. احنا مش المفروض عامه نصحح الناس او نبين عيوبهم في العلن، دي مش حاجه كويسه خالص، دي حاجه مؤلمه جدا وحاجه صعبه قوي، يعني وقعها صعب قوي على البني ادم. فمن فضلكم والحاجه التانية اللي بتضايقني اكتر انه الناس بتتكلم
باسم الدين كتير قوي، وده شيء بيضر صورة الدين. يعني ده شيء بيشوه الدين اكتر ما هو بيفيده. وانا صراحة بحزن قوي، كنت بتكلم مع اختي في الموضوع ده، بحزن قوي ان ديني بقى شكله كده، او الناس بتبين ان هو شكله كده، عشان ده مش حقيقته، ده مش حقيقة ديني، مش حقيقة ديننا خالص، مش هي دي بمنتهى الصراحة. انا مش عارفة ايه اللي جابني هنا. انا كنت بتكلم مع دكتور نعمان علي خان، وبعد كده تفرعت جامد قوي في الموضوع. وبرضه دي حاجة كان بقى كتير قوي عايزة اتكلم فيها، بس كنت كل ما بتكلم بحاول اتكلم في فيديو اقول عن الموضوع ده كنت بتكلم بطريقة غاضبة جدا، وانا ما كنتش عايزة الموضوع يطلع بطريقة غاضبة. كنت عايزة الموضوع يطلع بلين وبهدوء وبتواضع، ويعني موضوع مؤذي، فبلاش. لو حد قدامك قالك انت بتأذيني، بلاش، كفاية، خلاص خلاص. يعني تقف هنا، مش لازم تزود عن كده، مفيش. لو انت عارف ان انت بتسبب اذى، اقف، دي يعني خلاص، هي الخط هنا. بس ما تقعدش تقول ما هو اصلا انت بتتأذي علشان انت اصلا دينك مش كويس، انت ايه كلمة ربنا بقت بتأذي، هو مش عارف. لو اللي انت بتعمله بيسبب اذى، يبقى انت بتعمله بالطريقه الخاطئه. مش مهم انت بتعمله بانهي دافع، مش مهم لو الدافع بتاعك كويس ولا لا، او لو انت فاكر هو دافع بتاعك كويس ولا لا. لو انت فاكر ان الدافع بتاعك كويس، ممكن تفكر تاني. يعني ممكن برضو حتى لو انت فاكر ان انت فاهم الدين بطريقه كويسه قوي، فكر تاني. هو برضو مش عارفه الشيخ نعمان علي خان هو اللي كان بيقول ولا حد تاني، هو ما فيش سقف لقد ايه انت ممكن تتعلم عن الدين. هو الدين حاجه عميقه جدا، ديننا بالذات، عشان كده هو كان الدين اللي كتاب، يعني اخر كتاب واخر رسول وختام كل حاجه، عشان هو كان ملم بحاجات كتير قوي وعميق قوي، مستحيل ان احنا يعني نكون عارفين عنه بطريقه اللي هو نتكلم بثقه قوي كده، اللي هو انا عارف ايه اللي صح وايه غلط. ده مش واقعي حتى لو فكرنا في الموضوع. يعني محتاج دراسة جامدة قوي، وتفرغ جامد قوي، وتفكر جامد، وتأمل جامد، وانعكاس داخل النفس جامد، وان انت اصلا تبقى عارف نفسك بطريقة رهيبة عشان تعرف تفرق انت ايه منظورك من ايه هو بجد التفسير بتاع الكلام ده بتاع ربنا او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع بياخد شغل كتير قوي على النفس يا جماعة، بياخد شغل كتير قوي على الذات. مش بس كمان، هو مش بس كلام بيتحفظ، يعني الدين مش بالحفظ. القرآن مش بشوية آيات احنا حافظينها وبعد كده برافو عليك. منتهى الصراحة ممكن هتتش على الموضوع بطريقة سريعة، بس مش هتعمق فيه قوي. بس ممكن اقول مثلا ان في مدرستي اكتر بنات كانت متنمرة هي اكتر ناس كانت متدينة، وده حصل في كذا مدرسة، عشان انا دخلت كذا مدرسة متدينة، بس انا من رأيي انه هما ما كانوش متدينين خالص، ولا بنتعلم الدين صح خالص خالص، بالعكس. بس كانوا متنمرات جدا، يعني ما كانوش اشخاص ممكن اقول ايه، ممكن حتى افتخر ان انا عارفاهم او كنت عارفاهم خالص خالص. ولا كنت شايفة انه انا برضو ممكن، انا مش بقول كده عشان احكم عليهم، بس انا بقول ده من تعاملهم مع الاشخاص. مش كانوا الاشخاص اللي هو مثلا بترفع معنويات الناس تانية، او الناس بتبص لها فتبقى اللي هو يا انتي قدوة جميلة. ممكن الناس تبص لها مثلا تبقى اللي هو انا عايزة اجيب درجات عالية زيك، بس محدش كان بيبقى اللي هو يا دي بجد شخصية اثرت فيها بطريقة ايجابية جدا، ما شاء الله ربنا يكرمها مثلا. ده ما كانش بيحصل. عمري ما سمعت اي حد بيقول كده عن حد تاني، عن بنت تانية من البنات دول. منتهى الصراحة. طبعا انا مش بقول ان ده الكل، انا بقول ان ده تجربتي مع البنات اللي كانت متدينة كتير منهم. بس كان في بنات طبعا تانية جميلة، بس ممكن اقول ان هم جمال، بس برضو كان في حتت كتير قوي ناقصة من التفكير ومن الوعي ومن الحياة ومن حاجات كتير قوي. مش بلومهم، مش بحكم عليهم، انا بقول ان ده الواقع، دي ملاحظاتي عنهم. ان هو كنت حاسة اللي هو جميل حفظك للقرآن وجميل رغبتك ان انت تقربي من ربنا، في حاجات برضو محتاجة اشتغل عليها مع ده جنب ده. مش بقول كده عشان اعجز حد، بس بتكلم عن انه حفظ القرآن مهم وجميل وبرافو على كل الناس اللي بتحفظ، بس محتاجين نعمل معاه جنبه حاجات تانية في جنبه حاجات كتير قوي محتاجين نشتغل عليها تانية. وبرضه كنت بحس في ناس تحفظ القرآن بس عشان يتقال ان هم حفظوا، او اللي هو واو انا حافظ. مش رياء بالعكس، بس عشان نفس الاحساس بتاع اللي هو الانجاز. يعني مش بلومهم برضو تاني، انا متفهمه تماما هم ليه كانوا بيعملوا كده، متفهمه شخصياتهم، متفهمه الضغط من اهلهم والمدرسه ومن كل حاجه، متفهمه قد ايه الانجاز ده كان اللي هو المدرسه كلها بتسقف لهم وكانت بتبقى حاجه كبيره قوي وهايله واي بنت تتمناها. بس هي مش مسابقه، مش سباق، مش سبق. ناس برضه هتدخل تقول لي شوف مين اللي بيتكلم، شوف البنت دي اصلا شكلها عامل ازاي ولابسه ايه، واصلا مش محجبه، بتتكلم عن محجبات. بتكلم عن تجربتي، وتجربتي ليها الحق كمان ان هي تشارك، عشان تجربتي برضه حقيقيه. زي ما انتوا تجربتكم حقيقيه بالنسبه لكم وانتوا شايفين ان انتوا صح، انا مش بقول ان انا شايف ان انا صح،
بس دي تجربتي، دي تجربة مش شرط تكون صح او غلط، بس في تجارب مش دايما تجارب ايجابية، في تجارب سلبية، وفي تجارب سلبية كتير بتحصل برضو تحت مظلة الدين وباسم الدين. يعني في السلبي في الايجابي، بيحصل الاتنين، عشان الناس المسلمة دول مش انبياء، مش كلهم انبياء، كلنا بنحاول وكلنا معيوبين في اخر اليوم، عشان احنا كلنا بني ادمين. وممكن البنت اللي لابسة العباية معيوبة وانا كمان معيوبة، واحنا شكلنا مختلف تماما، واحنا الاتنين بنحاول باشكال مختلفة. انا بحاول ابقى قريبة من ربنا وهي كمان بتحاول تبقى قريبة من ربنا، بس انا شكلي كده وهي شكلها كده. انا اشتغلت مثلا على نفسي من جوه وهي لا، هي اشتغلت من بره، فاحنا سواسية في الاخر. برضو ده انا عايزه اقوله، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال احنا سواسيه، فبلاش نجرم او نبقى اللي هو الشخص البنت دي البنت دي زي برضو ما في كومنت جالي واحد بيقول لي انه مامتي قالت عليكي كلمه مش لطيفه بس انا دافعت عنك. مامتي قالت كده عشان هي شخص محافظ، عشان هي شخصيه محافظه. ايه المحافظه في ده؟ ايه المحافظه في ده؟ برضو هي محافظه على ايه بالظبط؟ لو هي ماشيه او لو هي مثلا شافت واحده على الانترنت هي متعرفهاش كويس وقالت عليها كلمه مش كويسه، ازاي هي شخص محافظ؟ تاني انا مش قصدي اهين مامة الولد ده، بس خلينا نطرح اسئله كده للحاجات اللي مش منطقيه، ولما يكون في حاجات مش منطقيه نقول ده مش منطقي، يا ترى ليه بنقول على الاشخاص المحافظه، بنقول على الاشخاص دول قصدي محافظين. انا برضو يعني مامتي كانت شبه الام دي جدا وانا بتربى او من وانا صغيره، برضو عشان الشخص ده يفهم ان انا بجد مش بحاول اهينه. مامتي كانت من الاشخاص اللي بيتقال عليها شخصيه محافظه، بس لما كنت بتكلم معاها على اي حد كانت دايما تصدر احكام قويه قوي، والناس دول اصلا مش فاهمين حاجه، ودول بعيد عن ربنا، ودول مش عارفه ايه، ودول اسفه ناس، ودول كنت ببقى اللي هو انت ليه بتتكلمي عليهم كده؟ هو انت ليه بتتكلمي عليهم كأن ما فيهمش حاجه كويسه، او كأنك مش شايفه غير الحاجه اللي بالنسبه لك غلط؟ وطبعا اشتغلت كتير قوي مع مامتي، ومامتي دلوقتي بقت شخص مختلف تماما عشان احنا سألنا الأسئلة دي. وبجد سألتها كتير اللي هو انت ازاي شخص محافظ وشايفة وبتتكلمي على الناس اللي هي حتى بتحاول، مش مهم هي متدينة او لا، ليه بتتكلمي على الناس اللي مش متدينة كده؟ انتي محافظة على ايه بجد؟ ومامتي كانت شخص طبعا بيتصدم جدا زي ما الناس بتتصدم عادي لما كنت بكلمها بالطريقة دي، عشان برضو احنا عندنا التربية بجد التربية سيئة قوي، مش بس عندنا يعني في كل العالم التربية سيئة جدا. احنا عندنا التربية سيئة بطريقة، وفي العالم التاني اللي هو عكسنا اللي هو الغرب اللي هم عايزين يبعدوا عن كل حاجة، عن الدين وكل حاجة، برضو سيئة بس بطريقة مختلفة. كل ده سيء بطريقة وده سيء بطريقة، بس عندنا برضو حتة لو انت ازاي تقولي كده وانا مامتك؟ عادي دي حاجة عادية ان ابني او بنتي يطلعوا يقولوا لي على فكرة يا ماما التصرف ده ما كانش لطيف، عادي. الكارت خلص، الكارت خلص بجد. تشيك اوكي. انا بس اضطريت ان انا اشيل الكارت عشان كانت ملا، وافضيه شويه وارجعه. واعتقد ان دي are you gonna play videos while I'm filming right now? mute it يعني at least. استغفر الله العظيم يا رب بجد. الكارت بتاعي اتملى واضطريت ان انا احطه في الكمبيوتر، افضي شويه فيديوهات امسحها وبعد كده احطه تاني. بس حاسه انه بعدين اكتشفت ان انا بقالي ساعه بتكلم 51 دقيقه، فكفايه قوي لحد هنا. كنت عايزه اقول ايه تاني؟ حاجه كمان انا نسيت اقول سبب كبير قوي من ليه انا بطلت اصور، انه اكتر كاميرا انا بحبها الكاميرا السوني اللي هي الهاندي كام اللي انا كنت بحب اصور قوي بيها دي باظت، ومش عارفه لو هعرف اصلحها في مصر ولا لا، عشان في كابل معين كده اسمه LCD اللي هو مسؤول عن التاتش سكرين ده، المفروض استعمله، المفروض قصدي اغيره، علشان ابني كان بيلعب بالكاميرا كتير او انا كنت بمسكها كتير وهو موجود، فكانت بتقع. مش عايزه الومه ولا حاجه. الله اكبر الله اكبر اذان المغرب. بس فحاسه ان دلوقتي دي كانت علامه، دلوقتي وقت كويس ان انا انهي في البودكاست الطويله قوي دي. بس عايزه اقول حاجه مهمه قوي قوي. صحيح انا نسيت اقول ده في اول فيديو، انا نسيت اقول في اول فيديو قد ايه انا ممتنه في كام ايميل جولي كده فرقوا معايا جدا. في بنت النهارده شفتها، مش عارفه هي ما قالتليش حاجات كتير، بس يعني اللقاء معاها غير حاجه فيا او اداني طاقه كده بطريقه معينه. هي اسمها حبيبه. حبيبه لو انت تتفرجي على الفيديو ده ممكن تبعتيلي ايميل عشان عايزه اتواصل معاكي تاني، والنهارده ما كنتش مركزه خالص ان انا اقول ده. الايميل بتاعي انا عامله ايميل ممكن تبعتولي عليه اللي انتوا عايزينه، اسمه زي ما هي official@gmail. هكتبه لكم عشان تشوفوه. ممكن تبعتولي عليه رسائل لو انتوا عايزين. هحاول ارد على قد ما اقدر، بس معظم الوقت مش هقدر ارد عشان انا بصراحه مش بقعد على التليفون كتير ان انا ابعت حاجات، واللابتوب عندي ما عنديش كيبورد بالعربي، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا ارد. بس شكرا للناس اللي بعتت لي ايميلات، شكرا للناس اللي بتقابلني كمان في الحقيقه، عشان في ناس منهم زي حبيبه النهارده دي كانت جميله قوي وبجد قالت لي كلمتين أثروا فيا جدا. كانوا كلمتين بساط بس هم أثروا فيا جدا جدا جدا. وأتمنى تكونوا
استفدتوا او اتبسطتوا او حسيتوا ان انتوا مش لوحدكوا او حسيتوا باي حاجه لطيفه من الكلام ده. واتمنى ان انا ان شاء الله، مش اتمنى، انا هرجع اعمل فيديوهات بس قد ايه هكون بطيئه معرفش. انا بحاول قصارى جهدي مع كل الظروف وكل الحاجات اللي بتحصل بحاول ان انا اصور واحط فيديوهات وبس. شكرا ان انتوا موجودين هنا، بحبكم جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام. ثمنيل مش ببقى عارفه اعمل ايه في الثمنيل بتاعتي. دايما ببقى عايزه احط ايدي على وشي عشان مش عارفه احطها فين. في نفس الوقت حاسه انه وشي من غير ايدي كده كثمنيل غريب. اعمل كده الجنب كويس من وشي ولا ده؟ انا اصلا ما سرحتش شعري خالص قبل ما ابتدي تصوير، وشعري اللي هو معقود في بتاعه وقصيت شكلها غريب عشان برضه هو في طول دلوقتي اللي هو غريب، او قصتي في طول غريب. بحاول اطولها بس هي لسه ما طولتش قوي، فساعات اللي هو بتعمل حاجات كده مش مفهومه. انا كنت بخلص الفيديو بس بدات كلام تاني. مش عارفه ابطل كلام. يا رب نخلص بقى شويه، يا رب نخرس. ماشي دلوقتي بجد هقول سلام. سلام. باي. بهزر معاكم. لا بجد باي.